بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. هيحصل إيه لو شلنا المكثف بتاع الموتور أو مكثف المروحة وشغلنا الموتور من غيره؟ إيه رأيكم؟ تعالوا نجرب مع بعض ونشوف ممكن يحصل إيه. تاني حاجة، المكثف ده بتاع الموتور ده الأصلي، الموتور ده ملفوف يا حضرات. أنا لفيته وكده أول موتور ألفه في حياتي، وحصل فيه مشكلة، بس المشكلة ما كانتش مني. هنعمل له حلقة وهشرح لحضراتكم إيه المشكلة اللي فيه وجت منين وإزاي أنا ما كانش ليا دخل فيها. هنعمل له فيديو مخصوص بعد كده إن شاء الله لوحده. طيب، خلونا في فيديو النهاردة. لو انا شلت المكثف ده ايه اللي هيحصل؟ ولو انا عليت المكثف ده، يعني ده مساحته 3 ماكرو، القيمة السعوية بتاعته ده اللي موافق مع موتور التوشيبا. لو انا عليته يعني خليته مثلا 4 5 6، ايه اللي ممكن يحصل؟ ولو انا نقصته خليته مثلا 2.5 او 2 ماكرو، ايه اللي ممكن يحصل؟ هقول لحضراتكم دلوقتي. تعالوا نجاوب على السؤال الاول. اولا هنجرب الموتور والمكثف راكب عليه ونشوف الدنيا فيها ايه، وبعد كده هنشيله ونشوف ايه اللي حصل وايه الفرق. طبعا الموتور ده زي ما قلت لحضراتكم انا لفيته، مطلع السلكين السود دولت مكثف، السلك البني ده كومان، السلك الرصاصي اعلى سرعة، السلك الاحمر سرعة وسط، السلك الازرق اضعف سرعة او اقل سرعة. فاحنا هنشتغل دلوقتي على اعلى سرعة علشان التغييرات تبان. وصلت الكهرباء فرد على الكومان اللي هو الرئيسي البني، وفرد على الرصاصي اللي هو اعلى سرعة زي ما حضراتكم شايفين كده اللي هو ده. طيب، هنوصل الكهرباء كده ونشوف الموتور عامل ايه. نقول بسم الله. وصلنا الموتور والموتور اشتغل بشكل طبيعي خالص اهوت، ما فيهوش اي مشكلة. طيب، نوقف الموتور كده، نحاول نوقفه. يعني وقفته، وقف معايا لما قرصت عليه جامد وقف، ولما سبته رجع واشتغل لوحده تاني ولف في نفس الاتجاه، ما غيرش اتجاهه. نجرب تاني كده. انا شغال على السيريا طبعا السيريا بتاعي لما بكتفه جامد اهو واقف معايا اهو، انا مكتفه جامد اهوت. لما سبته رجع يلف لوحده ولف في نفس الاتجاه. ده الوضع الطبيعي. طيب، انا هفصل الكهرباء كده وهنشيل المكثف. هذا المكثف اهوت، هنفك السلكان بتوعه من اسلاك اللي طالعه من الموتور. هذا المكثف انا شلته اهو يا حضرات. دول الاسلاك اللي طالعين من الموتور، المفروض واحد تشغيل وكهرباء، والتاني وصل لنهاية التقويم. هنبقى نشرح الكلام ده ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن لف الموتور ده وايه اللي حصل فيه. هنشيل السلكين نخليهم بعيد عن بعض كده، وهنوصل كهرباء من تاني وهنشوف ايه اللي حصل. انا وصلت كهرباء اهوت، لكن الموتور مضرش. طب ايه رايكم كده اديله زقه؟ هنلفه كده يمين كده في اتجاه عقارب الساعه ونشوف هيحصل ايه. اهو، الله، ده اشتغل ودار بقى 100 100. طب تعالوا نوقفه كده. هيقف ولا هيدور تاني؟ لا، واقف. طيب تعالوا نلفه بقى الناحيه التانيه عكس عقارب الساعه كده. الله، ده دار تاني اهو. طب تعالوا نوقفه كده. واقف. هنفصل الكهرباء ونتكلم مع بعض شويه. لما كان المكثف واصل، الموتور بنيجي نوقفه نكتفه جامد يقف. لما نسيب التكتيفه يرجع يشتغل تاني وفي نفس الاتجاه. يبقى اذا المكثف مسؤول عن التقويم. لما تحمل على الموتور وتكتفه ويقف وتخف الحمل عليه،
الموتور اللي بيرجع يدور تاني بسبب المكثف بيديله دفعة تقومه. لما بنوقف الموتور ونسيبه او نحمل عليه بزيادة ونسيبه يرجع يشتغل تاني وفي نفس الاتجاه، يعني ما غيرش الاتجاه. ولو جيت تعكس له الاتجاه مش هيقبل، هو بيشتغل في اتجاه واحد. يبقى اذا المكثف يا حضرات هنا له وظيفتين. الوظيفة الاولى ان هو بيقوم الموتور في البداية، يعني بينطقه كده ويديله اول حركة عشان يكمل ويستمر في الدوران بعد كده. تاني حاجة بيحدد اتجاه الدوران. يبقى دول الوظيفتين المسؤول عنهم المكثف اللي بيركب على اي موتور بقى، ما فرقتش موتور كبير موتور صغير موتور غسالة موتور مروحة موتور مية، اي موتور بيركب عليه مكثف دي وظيفة المكثف، تحديد اتجاه الدوران وتقويم الموتور في بداية الدوران او في بداية دخوله على الكهرباء. طيب لما شلنا المكثف وجينا نوصل الموتور ما اشتغلش، لكن لما لفيناه يمين لف معانا واشتغل. لما وقفناه تاني بايدينا وقف. في الحالة الاولانية لما كان المكثف راكب وقفناه بايدينا وسيبناه قام راجع داير لوحده، المكثف قومه. انما في الحالة التانية لما شلنا المكثف ووقفناه قام واقف. لما لفيناه الناحية التانية لف. يبقى هي هنا مفيش حاجة بتحدد في الموتور، حاجة بتحدد اتجاه الدوران. المكثف مش شال، هو بتقول له شمال شمال يمين يمين، بيسمع الكلام معاك في اي اتجاه بتزقه بيقوم داير معاك. تمام كده؟ تمام. انما لما يكون المكثف راكب بيحدد اتجاه واحد ما بيغيروش الا اذا غيرته من التقسيمه بتاعته عن طريق عكس ملفات التقويم او عكس ملفات التشغيل. ده موضوع تاني مش هنتكلم فيه دلوقتي. طيب ده كانت الإجابة عن السؤال الأولاني في الموضوع بتاع النهاردة أو في حلقة النهاردة، وهي لو أنا شغلت المكثف الموتور من غير مكثف إيه اللي بيحصل للموتور. طيب السؤال الثاني، لو أنا عليت المكثف القيمة السعوية بتاعته أو نزلت قيمة المكثف إيه اللي ممكن يحصل للموتور؟ إحنا كنا قلنا في فيديو قبل كده زمان إن لو المروحة ضعيفة ممكن تعلي المكثف مثلا لو هو 1.8 تخليه 2، لو هو مثلا 2.2 ممكن تخليه 2.5. الكلام ده غلط يا حضرات، وانا بصحح معلومة اهوت. لازم المكثف يكون نفس القيمة السعوية بتاعته ما تغيروش، لان المكثف متصمم بقيمة سعوية مع طول المجاري بتاعة الاستيتور، مع عرض او قطر الاستيتور ذات نفسه من الداخل، مع قطر السلك، مع عدد اللفات. كل دي منظومة متكاملة مع بعضها، ما ينفعش اعدل عليها او على جزء منها دون التعديل على الاجزاء التانية، والتعديل على الاجزاء التانية يبقى الموتور ما بقاش موتور، ده بقى حاجة تانية. المهم لازم المكثف يكون نفس القيمة السعوية. لو المكثف فقد قيمته او فقد جزء كبير منها وهغيره فلازم اغيره بنفس القيمة بتاعة المكثف القديم. طيب لو انا غيرت المكثف وعليت قيمته الموتور بيضعف وبيسحب امبير اقل. طيب لو انا قللت القيمة السعوية بتاع المكثف اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل العكس تماما، الموتور برضه بيضعف لكن بيسحب امبير زيادة. انا جربتها قبل كده وادتني النتيجة ديت. وطبعا انا معظم اللي بيشوف فيديوهاتي اكيد فنيين، فيهم فنيين كتير ويقدروا يردوا على المعلومة ديت لو كانت صح او غلط. انا مستني تعليقاتكم، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو دوس لايك، شير الفيديو لغيرك عشان يستفيد. لو عندك سؤال او اي استفسار اكتبه في تعليق. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.